الكابتن سعد سويدان. سعد، مساك الله بالخير وحياك الله. أنا سعيد أن ألتقي فيك من خلال برنامج رتم. بسألك عن ميلان، رأيك بما يقدمه ميلان في هذا الموسم، خصوصا أن بدأ بداية متعثرة، بعدها تغير الفريق وانطلق بسلسلة نتائج مميزة. مساك الله بالخير دكتور عبد الله، ونمسي على الكباتن كابتن محمد كابتن سمير. طبعا نتكلم عن ميلان. الموسم هذا بدا بعد نهايه موسم ماضي، يعني مثل ما تقول مخيبه للامال الميلانيه، بخصوص على اساس ان الفريق خلص الموسم على المركز الثامن وفشل في التاهل لمقاعد اوروبيه. هذا خلى اداره ميلان ان تتجه لوجه مثل ما تقول عارف الجو في ميلان وعارف الجو في الدوري الايطالي، فاستعان في المدرب أليجري اللي سبق وكان عنده نجاحات مع ميلان في مواسم قبل سنوات سابقه، وحتى حقق الكالتشيو معاهم. وطبعا بدا الموسم يعني خسر اول مباراه، لكن تدارك بالثلاث مباريات اللي بعدها وحقق 9 نقاط وكلين شيت في كل المباريات الثلاثه.